يا نهار ابيض. بينادوا عليه ان هو تقريبا خد مركز تاني او حاجه، فهو من الواضح ان هو متضايق من البليسنج بتاعه، من المركز اللي هو خده يعني. هو انهي واحد؟ اه هو ده. فادوله هنا زي ميدالية او درع. ايه ده يا مرسي؟ ده خلاط ده. اه ده كمان هو متضايق، فقال له بقول لك ايه، انزل بره الستيج كمان. فده اللي عصبه اكتر، فلما هينزل من على الستيج تقريبا هيبص بقى في الهدية دي. قلع الميدالية. طبعا هو واخد باله ان هو خلاط. يا نهار ابيض. هيطردوه بره طبعا. بص هي مش عارف اجيبها لك ازاي، بس كلاعب كمال اجسام يعني انا اعتقد ان هو هيكون افضل بكتير قوي ان هما يدوله ميدالية وخلاص وكفاية. حاجة قيمة وحاجة زي سوفينير او تذكار يفتكرها العمر كله. بس ان هما يدوله خلاط مش عارف، حاسس ان هي مش منطقية قوي، والرد الفعل بتاعه ما كانش منطقي اكتر بالنسبة لي. بس حط في علمك حاجة، ان اللعيبه دي بتبقى اصلا في فتره ستريس رهيبه جدا، بتبقى قاطعه اكل حرفيا، بتبقى قاطعه نشويات عشان ما نبقاش قايلين يعني اكل، بيبقى اكله سعرات حراريه قليله جدا، بيبقى قاطع ميه لكام ساعه، فحالته النفسيه والمزاجيه بتبقى حرفيا صفر. فممكن لو عملت له كده يتجنن جنبك. هل رد الفعل بتاعه ده بالنسبه لنا احنا كبني ادمين طبيعيين معقول؟ لا هو مش معقول، ومش مش هقول لك ان هو مقبول، ولكن بالنسبه له هو الراجل اصلا ما كانش يعني حالته النفسيه ما كانتش قد كده، او اي لاعب كمال اجسام زي ما قلت لكم ما بيبقاش حالته المزاجيه كويسه. قيس على ده بقى ان هم قالوا له انزل من على الستيج، انزل من على المسرح، وفي نفس الوقت بيبص في الهديه اللي هم ادوها له، فبيبص لقاها خلاط، فقال لك عبوك بقى، اللي هو لا مش عايز اي حاجه. رد غير مقبول بالنسبه لي انا كماجد، أو رد مضحك يضحك، بس في ساعتها بصراحه لا، رد غير مقبول بالمره. بس يعني زي ما قلت لكم الظروف بتاعت الشخص او بتاعت اللاعب بالتحديد ما بتبقاش معروفه. ده الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه، فعلوا جرس التنبيهات. الحمد لله احنا خلاص داخلين على 25000. شكرا بجد لكل اللي ساهم، والكل اللي دعم، والكل اللي بيسيب لايك وكومنتس، واي حد تاني ما يسيبش لايك وكومنتس انا جاي لك. اشوفكم الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بيس.